من أكثر الأمراض النفس جنسية اللي منتشرة هي سرعة القذف عند الرجال، وهي تعريفها بكل بساطة إن الشخص يحصل له قذف قبل ما يوصل للنشوة المطلوبة أو قبل ما يعمل جماع كامل. في شوية عوامل نفسية بتساعد على فكرة سرعة القذف. القلق هو أحد الأسباب الرئيسية في سرعة القذف. عملية القذف فسيولوجيا بتحصل من نفس الجهاز العصبي المسؤول عن القلق، فلو الشخص أثناء الجماع أو ما قبل الجماع كان قلقان، القذف هيحصل بسرعة. النقطة الثانية هي الإشاعات. للأسف في الثقافات الذكورية الناس بتقعد تتكلم عن أحداث وأرقام وهمية، فكل شخص بيحس إن هو ضعيف أو إن هو عنده سرعة قذف، وده مش حقيقي. النقطة الأخيرة هي المخدرات. أغلب المخدرات بتعمل تأخير في القذف قبل ما تعمل مشكلة في الانتصاب أساسا، ففي ناس كتير بتستخدم مواد مخدرة عشان تأخر القذف، فبالتالي لما تيجي تبطلها أو لما تتعود عليها يبقى عندها سرعة قذف شديد. حل سرعة القذف هو طبيب الذكورة بيتأكد ان مفيش سبب عضوي لسرعة القذف، ولو طبيب أمراض الذكورة أكد ان مفيش سبب عضوي لسرعة القذف، ساعتها بيجي دور الطب النفسي، والشخص بيبدأ علاج سلوكي أو دوائي أو الاتنين مع بعض لعلاج مشكلة سرعة القذف. صحتنا النفسية نعمة، خلينا نحافظ عليها.